بيبدأ فيلمنا بمانل وزوجته جوليا وهم بيلعبوا مع ابن أخته بيلين وبيحاولوا ينيموه لحد ما أخته ترجع البيت، وبيكون مانيل مبسوط جدا وهو بيلاعب ابن أخته، وده اللي بيخلي جوليا وهم مروحين تزعل منه وتقول له إنك عندك القدرة تستحمل الأطفال وأنت دايما بتقول مش عايز أخلف علشان المسؤولية، وكانت منفعلة جدا لدرجة ما خدتش بالها من عربية جاية من وراها تسببت ليهم في حادثة كبيرة. وبنيجي بعد مرور سنة وبنلاقي مانيل لوحده مع القط بتاعه لوكولو، وبنفهم إن مراته ماتت في الحادثة وإنه دخل في حالة اكتئاب وبعد عن أخته وقرر يبيع اليخت بتاعه. بيكون التلفزيون بيعلن عن تفشي فيروس خطير جدا في البلد وطريقة انتشاره سريعة جدا، لكن بيكون منيل مش مركز معاهم وبينزل بعدها للمركب عشان في مشتري جاي يبص عليها. وأول ما بيدخل المركب بيشوف الأسورة بتاعت مراته وبيفتكر المواقف اللي كانت بينهم على المركب، فبياخدها معاه ويربطها على رقبة القطة بتاعته. وبيدخل السوبر ماركت وهو مروح وبيستغرب قوي ليه كل الناس بتاخد أكل بالكميات الكبيرة دي، لكنه مش بيهتم وبيرجع يتصل باخته اللي كانت بتكلمه طول اليوم ومش بيرد، وبيقول لها ان كان في ميعاد لبيع المركب لكن اللي شافوها كانوا عاوزين مركب موديل احدث. بعدها بلغته اخته انهم كلموا جوزها ماريو اللي شغال في الجيش وطلبوا منهم يسافروا الى جزر الكناري بالليل، وده لان المرض انتشر بشكل كبير وهناك هيكونوا مأمنين ليهم المكان بعيد عن المصابين والعدوى. وطلبت من مانيل يروح معاهم لكنه رفض جدا، وفضلت بلين تتحايل عليه لحد ما وافق وحجز طياره تاني يوم الصبح، واخد القط بتاعه راح للمطار وفضل مستني ميعاد الطياره. واول ما نادوا على الطياره بلغ اخته انه هيقفل الموبايل عشان هيركب الطياره، ولكنه اتفاجئ بان الرحله اتلغت وجميع الرحلات اللي موجوده في المطار اتلغت، وقفل الخطوط الجويه كلها وبدات الناس تعمل شغب وتتضايق منهم. شخص اخد مسدس فرد امن علشان يجبرهم انهم يطلعوا الطياره، لكن اتقبض عليه. وكلمت بيلين اخوها مانل وفهمته انهم هيوقفوا الخطوط الجويه، فقال لها انه فعلا في المطار واتلغت كل الطيارات، فطلبت منه يلزم بيته وما يخرجش منه، ولو عملوا اي اخلاء للمدينه ما يروحش معاهم لان اماكن الحجر الصحي بتكون خطر اكتر، لان اي اصابه لفرد واحد يعتبر تدمير للمكان كله. واخد مانل عربيته وفي طريقه للبيت، لكن كل الطرق كانت مقفوله بالعربيات وازحام مروري جامد جدا ومحدش عارف انه يتحرك، فاخد القط بتاعه وقرر يروح البيت ماشي، لكنه اول ما وصل البيت لقاهم عاملين ممر بلاستيكي علشان يقبضوا على جار مانل اللي اصيب بالعدوى واللي خلته شرس جدا وبيكون في صفات الزومبي. وبيطلع مانل بيته وبتفضل جوليا مراته بتجيله في الحلم في يوم الحادثه عشان يصحى مانل على خبر اعلان حاله الطوارئ في البلد، فبيقرر ينزل يشتري اكل من السوبر ماركت عشان يحتفظ بيه، لكنه بيوصل السوبر ماركت متاخر وبتكون الناس اخدت اغلب الاكل، لكنه بيلاقي اكل للقط بتاعه فبياخده وبيمشي. وبيدخل بعدها بنزينه بيلاقي فيها شويه معلبات بياخدها معاه، لكن وهو خارج من البنزينه بيلاقي ضابط شرطه بيجري وبيكون واضح عليه انه اتعرض للعض لكنه لسه ما اتحولش. وبعدها بيسمع مالل الناس بتصرخ وبتهرب من شخص مصاب بالفيروس وبيجري وراهم وبتهجم على ضابط شرطه تاني، وبعدها بيجري علشان يتهجم على دانيال، لكن ضابط الشرطه بيضرب المصاب بالنار وبيضرب نفسه بعدها علشان يموت قبل ما يتحول. وروح مانل وبدأ يجهز البيت وحوط البيت كله بحديد وطفى نور البيت كله علشان لما تيجي عربيات الاخلاء ما يعرفوش ان في حد في البيت. في نفس الوقت بتبعت له اخته رساله تقول له ان العربيات وصلت عندكم ما تروحش معاهم، وجم رجال الشرطه وخبطوا على البيت علشان يتاكدوا ان مفيش حد جوه، وحاولوا يكسروا الباب لكن ما اتكسرش، قالوا يبقى مفيش حد جوه ومشيوا. وطبعا قطعوا الكهرباء عن المكان كله، بس لان مانيل كان خبير في الطاقه الشمسيه عرف يحول الكهرباء على الواح الطاقه الشمسيه، لكن شبكه الموبايل كانت مقطوعه خالص فما كانش عارف يتواصل تاني مع اخته، بس كان بيسجل لها فيديوهات وبيبعتها لها عشان مجرد ما يوصل لشبكه يوصل على طول. وفتح التلاجة لقى ان اكله قرب يخلص ففكر يلبس بدله الغطس بتاعته علشان تحميه من العض، ولف سفنج كتير حوالين ايديه ونزل الشارع يدور في البيوت الفاضيه اللي جنبه، لكن كان دايما مش بيلاقي حد سايب اكل وراه، لحد ما بيوصل البيت. اول ما بيدخل بيلاقي ست كبيره قاعده على كرسي جوه لوحدها وسليمه، فبيقعد وبيتكلم معاها وبيعرف ان اسمها غابرييلا وان اولادها سابوها وركبوا عربيات الاخلاء وهي ما لحقتش تروح، وقالت له انه تعرف القط بتاعه لانه كل يوم بيقف على الشباك يراقبها، وسالته لو معاه اي اكل لانه ما عندهاش اكل في البيت، فبيقول لها لا، فبتساعده هي لانها عارفه كل بيوت المنطقه ومين متوقع يبقى عنده اكل كتير ومين لا، لكن برضه كل ما يدخل بيت يلاقي مفيش حد سايب وراه اي اكل، لكنه لقى في بيت منهم خوذه وموتوسيكل وده اللي سهل عليه يدور في بيوت اكتر واماكن ابعد، ولقى كمان جهازين كلام لاسلكي، ساب واحد مع غابرييلا والتاني معاه، لكن مانيل افتكر بيت ممكن يلاقي عنده اكل وفضل يدور لحد ما لقى كميه معلبات كويسه،
وروح لغابرييلا واتعشوا اليوم ده سوا وبقوا صحاب، وكل يوم بيروح لها، وحتى في الفيديوهات اللي بيسجلها لاخته بدأ يتكلم عن غابرييلا وانه بقى في احداث بتحصل في يومه، وفي الاخر اعتذر لاخته عن الفترة اللي انقطع عنهم فيها ومبقاش يروح لهم. وبينام مانيل وبيصحى على صوت غابرييلا في اللاسلكي بتقوله يفتح الراديو، ولما فتح الراديو سمع مجموعة من الناجيين بيحددوا مكان يتجمعوا فيه عشان يتحركوا الجزر الكناري، وبدأ يفكر هو وغابرييلا يروحوا ولا ما يروحوش، لكن كان كل تفكير غابرييلا انها تكون عبء عليه، لكنه اصر انها تيجي معاه، واتفقوا انهم هيتحركوا تاني يوم مع بعض بالمركب بتاعه. وتاني يوم جهز ماني الادوات والقط بتاعه وراح لغابرييلا علشان يلاقيها انتحرت وسايبه له رسالة بتشكره على اللي عمله علشانها الايام اللي فاتت، وبتطلب منه ينقذ نفسه. وبيبدأ يتحرك مانيل علشان يلاقي الوضع بقى اسوأ، وان المصابين بقوا بيتهجموا عليه في اي مكان، والطرق كلها مقفولة عشان يضطر يتجه لطريق الغابة اللي كانت نسبة المصابين فيه عالية جدا. وفضلوا يجري وراه لحد ما وقع من على الموتوسيكل واخد القطة بتاعته وفضل يجري في اتجاه المينا لحد ما وصل لباب المينا وقفلوا وراه عشان يقلل من سرعة المصابين. لكن لما بيوصل مانيل مش بيلاقي المركب بتاعه، لكن بيلاقي مركب بعيد شوية عن المرسى، فبيعوم لحد المركب وبيسمع صوت جوه عشان يتخض من منظر طفل مصاب بالفيروس. وبيحاول مانيل يشغل المركب لكنها ما اشتغلتش، فبيضطر ياخد مركب من مراكب الانقاذ وبيرجع يجيب القط بتاعه ويتحرك في البحر لحد ما البنزين في المركب بيخلص وهو في نص البحر، لكن بيلاقي مركب كبيرة جاية عليه فبيفضل يشاور لها علشان يقفوا، وفعلا بيقفوا بينقذوه وبيدخل المركب. وبيجي شخص اسمه فيكتور بيتكلم اسباني زي مانيل، بيكون هو الوسيط لان قبطان المركب بيتكلم اوكراني، وبيبدأ فيكتور يعرف مانيل قبطان المركب اوشاكوف. ولما القبطان بيعرف انه مانيل من سكان المنطقة وهيعرف يفيدهم في تحديد الاتجاهات، بيقرر يستغل وجوده على المركب علشان يوصلهم لأقرب مكان. وبيبدأ فيكتور يتكلم مع مانيل وهو بيوديه غرفته اللي هيقعد فيها، وبيعرفه انه كان شغال قائد مروحيات المطافي، وبيسأله مانيل لو كانوا لقوا اي ناجيين تانيين، لكن مانيل بيتوتر شوية وبيقول له لا انت اول واحد. وبينام مانيل لكنه بيصحى بالليل على صوت ناس بتطلب المساعدة في قارب صغير، ولما بيصحى تاني يوم الصبح بيروح لفيكتور يسأله لو كان في اي ناجيين لقوهم امبارح، فبيرد عليه فيكتور بمنتهى الصرامة انه لا محدش وصل امبارح. بعدها راح مانيل لأوشاكوف علشان يحدد له الاماكن على الخريطة، وبيخرج تاني على سطح السفينة عشان يلاقي رجالة أوشاكوف بتنقل اسلحة، وبيلاقي جنبهم الشنط اللي كانت موجودة مع الناجيين اللي هو شافهم امبارح بالليل. فبينزل مانيل لفيكتور تاني وبيقول له ان الناجيين اللي وصلوا امبارح موجودين تحت، فبيأمره فيكتور انه ما يتكلمش عنهم ويكون ممتن ان اوشاكوف محتاج مساعدته عشان كده سايبه معاهم على السفينة. فبيعرض عليه مانيل انه يعرف مكان مروحية في مستشفى قريبة ممكن يروحوا ليها، لكن فيكتور بيكون خايف جدا من اوشاكوف وبيطلب من مانيل يتجنب انه يعمل مشاكل، لكن الكلام ما بيعجبش مانيل وبيستنى الليل يجي ويقرر يهرب. بس قبل ما يهرب بيقرر ينزل يساعد الناجيين اللي وصلوا، وبيلبس بدلة الغطس بتاعته وبينزل في الأوضة اللي تحت، وبيدخل بيلاقي 2 مربوطين بحبل، فبيروح يفكهم بسرعة علشان يساعدهم، لكن رجالة أوشاكوف بياخدوا بالهم منهم وبيضربوا عليهم النار. لكن بيدخل فيكتور وبيدافع عن مانيل وبيسأله لو متأكد انه يعرف مكان المروحية، فبيجروا كلهم على مركب صغير يركبوا فيها علشان يتحركوا، لكن بيضرب نار عليهم وبيموتوا الاتنين الناجيين وما بيتبقاش غير مانيل وفيكتور، وبيكون فيكتور مصاب برصاصة في دراعه. فبيجري مانيل بيه على مستشفى وبيطلب فيكتور من مانيل يحاول يطلع الرصاصة من كتفه، فبيروح مانيل يدور على أدوات ممكن تساعده، وبيسمع صوت ناس موجودة في المستشفى وبيحاول يتواصل معاهم ويبلغهم انهم في أوضة العمليات ومع شخص مصاب برصاصة. لكن فجأة بيهجموا المصابين بالفيروس على مانيل وبيحاول يهرب منهم لحد ما بيلاقي واحدة بتنادي عليه وبتاخده بالأسانسير على مكان مستخبيين فيه لوسيا الممرضة والدكتورة سيسيليا و3 أطفال، وبيلاقي فيكتور والقط بتاعه معاهم، فبيطلب منهم يساعدوا فيكتور، وبتكون الدكتورة رافضة وشايفة انهم بيسببوا ضغط عليهم، لكنها في الاخر بتقتنع وبتنقذ فيكتور من الرصاصة، لكن بيكون محتاج يرتاح شوية من الحمى. وبيخرج مانيل مع لوسيا علشان توريه مكان المروحية، لكنه بيلاقيها محاوطة كلها بالمصابين بالفيروس، وبيسألها لو في اي طريقة للوصول ليها غير المبنى بتاع المستشفى، فبتقول له مفيش غير الانابيب هي الحل الوحيد. وتاني يوم اكتشف مانيل ان في شبكة موبايل في المكان، فبسرعة فتح مسجات بلين اخته وبدأ يشوف فيديوهاتها
بتشوفها هي وابنها وكان متأثر جدا، لكنه بيسمع مرة واحدة صوت ضرب نار وبيلاقي أوشاكوف ورجالته موجودين في المكان وجايين علشان ياخدوا المروحية، وبيطلب مانيل من لوسيا انهم يوصلوا للمروحية قبلهم ولازم يعدوا الأنفاق دلوقتي. وفعلا بتبدأ لوسيا تلبس الأطفال كمامات، وبيبدأ مانيل يطلب من فيكتور انه يجي على نفسه للمرة الأخيرة عشان يوصلوا للطيارة، لكن الممر من الأنفاق لحد الطيارة كان مليان بالمصابين، فعملوا لنفسهم حاجز حديدي واتحركوا بيه لحد ما وصلوا للطيارة وركبوا كلهم. لكن فيكتور قعد فترة بيحاول يشغل الطيارة لحد ما بدأوا المصابين يهجموا عليهم، فبينزل مانيل يحاول يتخلص منهم، لكن أوشاكوف ورجالته اتدخلوا وحصروا الطيارة علشان فيكتور ما يطلعش بيها. فاتفق مانيل مع فيكتور انه يطلع بالطيارة في نفس الوقت اللي هيفتح فيها الباب اللي وراه كمية مصابين كتير ويستخبى هو، وبكده المصابين يتخلصوا من أوشاكوف ورجالته. وبعدها بترمي لوسيا المانيل السلم علشان يطلع الطيارة، وبيكونوا مبسوطين جدا انهم عرفوا يتحركوا بالطيارة. لكن بيجي تليفون لمانيل من اخته بيلين بتقوله فيها ان المصابين هجموا على كل جزر الكناري وان الوضع بقى سيء عندهم جدا، واوعى انك تيجي دلوقتي. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش اللايك والشير واشتراكك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تقول لنا رأيك تحت في الكومنتات، واستنونا الملخص اللي جاي. سلام.